موجود ان شاء الله باذن الله كده. هل كابتن حسام كلمك كابتن سيد؟ لا ما فيش اي اتصالات خالص يعني، ولا من الجهاز الفني او من الاداره بشان ان انا موجود او مش موجود، لكن بتابع طبعا زي اي حد، ان انا ما حدش كلمني في الموضوع، فطبيعي ان انا موجود يعني ان شاء الله باذن الله. لكن برضو يعني عشان نكون منطقيين يا كابتن سيد، فكره رحيل مانويل جوزيه احيت فيك بعض الامل في استعاده مستوى سيد حمدي او وجوده في التشكيل الاساسي، لان كان في قناعات للمدير الفني مانويل جوزيه بان انت ما تكونش متواجد، او انت ما تكونش متواجد حتى كما ظهر لينا، يعني ان انت تكون متواجد في التشكيل الاساسي او الاحتياطي في معظم المباريات اللي لعبها. هل انت شايف ان فرصتك مع الكابتن حسام البدري ممكن تكون افضل؟ والله اتمنى يعني. يمكن انا ما خدتش، مش هتكلم بقى على مستوى جوزيه طبعا، مش هتكلم عن اي ايجابيات او سلبيات خالص. انا خلاص مرحله يعني عدت وانا ما حسيتهاش من حياتي يعني، وهمحيها يعني من حياتي. فانا ما شاركتش فيها وما كنتش مبسوط فيها، لاني ما كنتش بشارك، لكن ما كانش للامانه ما كانش في بيني وبين اي مشاكل خالص، غير ان انا ما بلعبش. لكن هو كمدرب له اسمه، وانا في التمرين كنت مبسوط جدا ان انا موجود معاهم وموجود في النادي الاهلي، كنت مبسوط جدا وبشارك، ما كنتش عملت اي مشكله خالص، بس كانت مشكلتي الوحيده هي اللعب. فيعني انا شايف ان شاء الله تبقى فرصتي مع كابتن حسام برضه، هو برضه يمكن التفاهم برضه معاه هيبقى افضل. الو تمام يا كابتن سيد سامعك. يمكن برضه التفاهم برضه مع المدرب المصري هيبقى افضل، ممكن اقعد معاه ويقدر يفهم رغبتي ايه، او اقدر اشرح له موقفي. فممكن تبقى يعني ان شاء الله مع كابتن حسام هيبقى افضل باذن الله يعني. تمام. لكن في حاله مثلا الله اعلم، دي حاجه بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، عدم بقائك في النادي الاهلي، هل امامك عروض كثيره يعني للانتقال لاي نادي؟ والله يا كابتن يمكن انا كنت فاتح الموضوع في الاول لما كنتش بلعب في النادي الاهلي، لكن هشوف بقى ان شاء الله، مبدا ان شاء الله مع كابتن حسام، ولو شاركت ما عنديش اي مشكله. انا موجود في النادي الاهلي، النادي اللي انا تمنيت ان انا اروحه، فمش هيبقى عندي مشكله خالص. موجود في النادي الاهلي اكبر نادي وبلعب، ما عنديش اي مشكله خالص. لكن لو لقيت لا قدر الله الامور هتبقى زي الوضع القديم، فطبيعي ان انا هقدر يعني، هي مش هينفع، مش هقدر استمر في النادي الاهلي وانا ما بلعبش. فطبيعي ان انا هقدر اشوف اي امور ثانيه، اشوف اي نادي ثاني يكون راغب ان هو يضمني، فهيبقى في كلام ثاني. لكن انا مش فاتح الموضوع دلوقتي، مأجله لحد ان شاء الله باذن الله لما نشوف الامور هتمشي ازاي. شكرا كابتن سيد حمدي لاعب النادي الاهلي.